تعالوا بقى النهارده هاخدكم معايا في نايت روتين. لا اخفى عليكم سرا ان انا نومي بايظ بجد بسبب من بعد رمضان هو بايظ بطريقه مش طبيعيه. كنت عامله فلوج معاكم ان احنا بنحاول نرجع تاني بعد رمضان والعيد، بس برضو انا لسه لحد دلوقتي نومي بايظ بجد يا جماعه. يعني انا مثلا النهارده صحيت الساعه 6 الصبح، كنت نايمه الساعه 3 فصحيت الساعه 6، فقلت طالما انا صحيت هقوم اقعد اعمل حاجه وكده. قعدت شويه وبعدين قعدت، انا اصلا تصميم بقى شغاله عليه من ساعه الصبح بجد. قعدت اشتغلت على تصميم شويه وبعدين قعدت فنيت، يعني اللي هو قعدت افطر واشرب شاي وكده. وبعدين فجأة الساعة بقت 2 من حيث لا تدري، فكنت هنزل مشوار بس ما قدرتش، فقلت هنام شوية. قلت هنام على الأقل ساعة أو لحد 5 وبعد كده هقوم. وبعدين نمت، صحيت الساعة 7 فاللي هو معرفش انزل لان كنت خلاص اتأخرت وكنت عايزة اعمل كذا مشوار فمش هلحق اصلا اعمل حاجة منهم. فقلت خلاص هقوم اقعد اكمل تصميم واخدكم بقى معايا في نايت روتين، بما ان اليوم اصلا ضاع. قبل كده كنت هاخدكم معايا في نايت روتين بس ما كنتش عامله حسابي ان اليوم بيبوظ قوي مني كده، بس هو باظ بسبب النوم برضه. ودلوقتي اصلا انا بصور يا جماعه عشان بس الساعه 1. ايه ده؟ الساعه 1:15. هو نايت روتين بجد يعني. بس فانا هعمل حاجه كلها، وبما ان انا لسه فايقه لان انا نمت وصحيت الساعه 7 فانا لسه فايقه شويه، فهقعد اعمل حاجه كلها. قلت حاجه حلوه وشعريه بالسكر، مش عارفه يا جماعه حد يكون عارف ولا لا، بس انا بحبها عشان كده هعملها. واتمنى بس ان انا ما احرقهاش وما بوظهاش يعني الاتنين. بس تعالوا بقى ناخدكم معايا عشان انا لو رغيت برغي كتير قوي وفي الاخر ما بحطش اصلا على فكره في الفيديو.
يا جماعه بعتذر الاول على منظر مناخيري ده، بس اوكي. انا حطيت الماسك ده، حاطه بس على مناخيري النوس بتاعتي بس، عشان بقى هناخد شاور كده لذيذ. فاحنا عملنا حمام زيت قصدي، سوري يا جماعه شعري. انا كنت بعد بس ماشي، الساعه قفلت مره واحده. طب هو عموما انا خدت تلت ساعه، كنت قاعده بدلك شعري بالفرشه اللي هي بتاعه الليك، حطيت زيت. بصوا هو دلوقتي بتحسوا ان هو شكله بيكون كريمي قوي، بس اول ما نعمله كده في ايدينا بيقلب بقى زيت جامد. وهو فيه كله طبيعي، يعني كل حاجه فيه طبيعيه. زيت شيا وتقريبا جوز الهند، هو شويه حاجات كده كتيره قوي. الفكره بقى ان انا لسه عندي واحد منه تاني، هو ده قرب يخلص، بس عندي واحد تاني. بس مش عارفه بقى ممكن حد هيكون لسه بيعمله او لا، لان انا كنت جايباه بس من حد، وبعدين كان فجأة قفل، وحتى ما عادش عارفه اوصله. فمش عارفه صراحه، ممكن لو حد بيعمل حاجه شبهها تاني حد يبقى يقولي، عشان حتى بحيث ان انا اقول لكم. وصراحه دي تاني مره اعمله في الشهر ده، ما عملتوش الصراحه كتير قوي، بس بيريح شعري. بس انا سايباه دلوقتي على شعري، وبعدها هغسله بقى كويس بقى وكده يعني. كنت هشيله معاكم، وبعدين قررت احطه في البلوج بتاع انستا فاجيلكوا بعد ما اشيلهم بقى واشوف هو عمل نتيجه ولا لا، لان بس مش من زمان قوي الصراحه. يا جماعه حقيقه ما فشلش في مره انه يشيل. هو ما بيشيلش بالنسبه لكله كل حاجه، لانه ما بيتشدش جامد، بس في نفس الوقت برضو شال بجد بطريقه يعني مريحه. زي ما انتم شايفين مناخيري بقت بتلمع. دلوقتي احنا اوريدي عملنا لشعرنا وعملنا للنوس بتاعتنا. اخر حاجه هو ده صراحه انا بقى اول مره اجربه. هو مكتوب عليه ان هو لتفتيح البشره والجسم، وان هو المفروض ان الوش او الايد او يعني الجسم عموما يكون لسه مترطب شويه، بس يكون مبلول شويه عشان اعرف استعمله. ويعني هنستعمله كده بعد ما يكون ايدي طبعا مبلوله، نحطه بقى ونستعمل كده، فهيكون شبه سكراب. فهوريكم جوه معاه. هستعمل سكراب، مش فاكره الصراحه هو بايه، فهوريهولكم. و تحسوا فلوج كده ريحته حلوه بجد. عايزه اقول لكم ان ده كده. بصوا عملت سكراب، بس الصراحه ما كنتش قادره اصور لان التليفون كان هيفصل، ما عرفتش اصوره يعني. بس عملت سكراب في وشي، وكنت بعمله بقى كده اللي هو الحركة دي، وكنت بدمجه برضو كامل كده شوية بعد الماسك اللي انا عملته في مناخيري. بس زي ما انتوا شايفين عيني، اقدر اقول لكم كده ان احنا محتاجين ننام. اخر حاجه انا بردت بس ظبطت ضفري هنا لان كان هيتكسر، والصراحه مش حاسه ان هما محتاجين يتبردوا، غير ان هما اصلا من الميه باشوا، فلو عملت فيهم دلوقتي حاجه هيبوظوا هيتكسروا يعني. فهنسيبهم وبكره الصبح بقى نعمل لهم نهتم بيهم وكده. انا بس ممكن احط عليهم هنا كريم او حاجه بس. طيب تصبحوا على خير.